يا مساء الفل على احلى متابعين معايا. النهارده معاكم مروه من قناه مروه في المطبخ. حصري هنعمل مع بعض الجبنه في البيت صحيه وانت عاملاها بايديكي، دي اهم حاجه. عندي كيلو من اللبن، دفيته على النار لحد ما بقى زي دمعه العين بالظبط، وحطيت عليه معلقه من الملح. الملح هنا هيبقى هو الطعم بتاع الجبنه. وعندي معلقه من المنفعه دي هتلاقيها موجوده عند العطارين، بس مش اي عطار، يعني انا لقيتها بالعافيه. ممكن تلاقيها عند اللبان. انا هحط هنا عشان هي مركزه، هحط معلقه صغيره، او يعني ايه، مش معلقه مليانه يعني. وهقلب كده لحد ما تندمج مع بعضها. انا كده طفيت النار، تمام. هقلب وبعد كده هغطيه واسيبه لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. ممكن يقعد ساعتين، ممكن 3، على حسب يعني الجو عندك. طبعا الجو حر جدا اليومين دول، فانا كنت حاطاه بره التلاجة لحد ما بقى بالشكل ده. هنا بقى هجيب مصفى، هجيب بولة واحط فوقيها مصفى، وهجيب الشاشة دي موجودة عند اي محل قماش، او ممكن شال، اي حاجه يعني. تبقى ايه اللي هو يعني ايه، ما تصفيش الجبنه نفسها، تصفي الشرش بتاع الجبنه بس، لان انا عايزه اخد الجبنه من الشرش ده، اصفيها على قد ما اقدر. هنا هحاول ان انا احركها بالشكل ده علشان خاطر اقدر اصفيها. هلفها بالشكل ده واضغط كويس جدا عشان انزل الشرش اللي فيها. وبعد كده هلف الشاش بتاعي جوه الجبنه عشان خاطر احط فوقيها بقى بعد كده التقل. اي حاجه عندك حطي فيها تكون تقيله، اضغطي بيها عشان تاخد الشكل وتتصفى كويس. هنا بقى انا صفيتها وسبتها 4 ساعات. ده شكلها معايا يا جماعه، كده بقت جبنه زي الفل، طعمها حلو ومعموله في البيت، معموله بايديكي. الشرش بتاعها نغليه علشان خاطر يتعقم، وهنحطه كمحلول للجبنه تبقى فيه، يعني تبقى محفوظه فيه. طبعا انا عامله كميه صغيره لان انا عندي جبنه، انا حبيت بس ان انا اوريكم الفكره، وحبيت ان انا اعملها معاكم علشان خاطر يعني انا شايفه ان هي صحيه، وان احنا المفروض نعمل حاجتنا في البيت على قد ما نقدر. يا رب يكون عجبكم، يا رب تدعمونا. مستنيه منكم لايك، شير، مستنيه منكم اي تعليقات. لو في اي حاجه مثلا، لو في اي وصفه عايزين تعرفوها، انا معاكم مع رايكم. السلام عليكم ورحمه الله.